بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أيها المواطنون الأعزاء، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، في هذه اللحظة الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن بما تحمله من آمال وتطلعات وتحديات، أتحدث إليكم مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، مدركا أنه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة. أتحدث إليكم بضمير مطمئن بأن ما عملته خلال السنوات الماضية وضعت في نصب عيني العراق الذي نسعى إليه جميعا، عربا وكردا وتركمان ومسيحيين وشبك وإيزيديين وصابئة، عراق عادل مع جميع مواطنيه، مقتدرا بهم، يستعيد مكانته التاريخية في المنطقة والعالم. وإن شاء الله سنواصل هذا الدرب ولن نحيد عنه. أعضاء مجلس النواب الأفاضل، لقد انتخبكم الشعب في انتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل، وأن يكون الشعب سيد نفسه. فشبابنا في البصرة والناصرية والنجف الأشرف وبغداد والموصل والسليمانية وأربيل والأنبار وكركوك والديوانية ودهوك وديالى وسنجار يتقاسمون ذات التطلعات في العيش الكريم الحر. ولذا فإن الظروف العصيبة التي مرت بالبلد وما ينتظره من استحقاقات تفرض علينا مسؤولية تاريخية وعملا استثنائيا، وأن الدور المنتظر لمجلس النواب الجديد يحتم عليه أن يكون برلمانا حرا وممثلا حقيقيا لإرادة الشعب وتطلعاته. في هذه اللحظات وبينما تواصل قواتنا البطلة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية الإجرامية، فإن أمامنا تحديات غير قابلة للمساومة أو التأجيل. معالجة مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد يرسخ الحكم الرشيد لدولة مقتدرة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها. فإن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة، واستجابة للحراك الشعبي والإجماع الوطني الواسع. كانت رئاسة الجمهورية قد شكلت لجنة موسعة من فقهاء الدستور من مختلف المحافظات، وتقدمنا بورقة شاملة حول التعديلات الضرورية وبما يضمن الوفاق الوطني، وسنعمل معكم على تعزيزها وإثرائها وعلى إقرارها بما يخدم مصالح الشعب العراقي. وأيضا فإن آفة الفساد الخطيرة التي تعمل على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجب وقفة حاسمة، فهي بحق معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقوم على ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه. وكنا قد تقدمنا بمشروع قانون استرداد عائدات الفساد إلى مجلس النواب في دورته السابقة، حيث يتضمن مشروع القانون إجراءات عملية استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد المهربة. وإن شاء الله سنعمل بدعمكم على إقراره وتنفيذه. ويترافق هذا الجهد مع ضرورة تحقيق التحول في اقتصادنا الريعي
وحماية دجلة والفرات ومواردنا الطبيعية والبيئية. وكنا قد تقدمنا إلى مجلس الوزراء بمشروع إنعاش وادي الرافدين ليكون استراتيجية وطنية في هذا الصدد. أعضاء مجلس النواب الموقرين، أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكون رئيساً لكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً. فهذا العراق أرض الرافدين وجبال كردستان وحضارات أور وسومر وبابل وآشور، بلد الأنبياء والأوصياء والمراجع الكرام. وكما عهدتموني فقد التزمت بإصرار وبدعم الوطنيين الخيرين في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي، ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتحان منصب رئاسة الجمهورية. وحاولت النأي ببلدنا من الدخول في دوامة صراعات دموية داخلية في أوقات عصيبة، مدركاً بعد كل السنوات العجاف آن الأوان ليحظى العراقيون بالسلام ونظام حكم يرتكز على قراره الوطني المستقل. أنا القادم من جبال كردستان ومن السماوة وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وبابل وواسط والعمارة وحلبجة، أتطلع إلى تولي شرف المسؤولية مجددا بعد أن نلتها بقرار عراقي وطني مستقل، وكل ثقة بأن العراق الدستوري هو المسار لبلدنا، وأن بغداد الحضارة هي ملتقى الجميع وفيها تحسم قضايانا الوطنية. فقوة بغداد هي قوة للبصرة والأنبار والموصل، وقوة لكردستان. لقد نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنه ولن نتراجع. وسأكون إن شاء الله كما عهدتموني أميناً مع نفسي ومع العراقيين في طريق الدولة المقتدرة العادلة والآمنة. تحية إجلال لكل شهداء العراق المضحين من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والذود عن الوطن. وحمى الله العراقيين من كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.